السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة نارية، وأخيرا وليس آخرا وبعد طول انتظار ينزل البارت قبل الأخير من هجوم العمالقة. نعم، البارت قبل الأخير. كانت الحلقة الأولى أسطورية صح. وبدون كثرة كلام خلونا نخش على الملخص. بعد زحف العمالقة لدك الأرض يندثر الكثير من الناس وتعم الفوضى أرجاء الأرض، وكل هذا بسبب انتقام شخص واحد فقط. فهل تتمكن قوى الأرض من إيقاف شاب يطمح للانتقام؟ تبدأ الحلقة بينما كان إيرين يتمشى في واحدة من المدن التي لم يصلها دك العمالقة. كان يهمهم في نفسه قائلا أنه سيبيد هذه المدينة عن بكرة أبيها في الأيام المقبلة. يمشي قليل لكنه يشوف ولد من مارلي قاعد يتعذب على يد أشخاص في المدينة، فيقرر أنه ينقذه، لكنه يقول في نفسه إيش دخلني بهذا الولد؟ أصلا أنا قلت أني راح أبيد ذي المدينة عاجلا أم آجلا، يعني اليوم أنا راح أنقذ الولد وبكرة راح أقتله، وإيش هذا الجنون اللي فيني؟ عندها بيتذكر راينر كيف كان يعيش دور البطل داخل الأسوار، بينما هو في الواقع أكثر من كان يقتل فيها. يتغاضى إيرين عن الولد ويمشي في حال سبيله، لكن بعد لحظات يظهر إيرين وقد أنقذ الطفل بالفعل، فلم يكن يستطيع تحمل منظر التعذيب. يبكي إيرين بحرقة ويعتذر من الطفل، والطفل مش فاهم أي حاجة، لكن إيرين يوضح للولد أنه هو السبب في كل الدمار اللي حاصل والدمار اللي هيحصل مستقبلا. يطلب من الطفل أن يسامحه. بيظهر آرمين وآني في سفينة بعد أن نجيا من هجوم عمالقة الدك، ويدور بينهما نقاش حول زيارة آرمين المتكررة لآني عندما كانت متصلبة. فيقول آرمين لآني أنه كان يفعل كل هذا بسبب مشاعره تجاهها، وبعدها ينتهي المشهد. يحل الليل وعندها ترس السفينة في أحد الموانئ، وعندها يظهر ليفاي بعد أن تعافى قليلا من الهجوم الذي شن عليه، وبعد أن قامت بإنقاذه هانجي، وكان يحاول المشي رغم مرضه. يحاول آرمين منع ليفاي من الحركة، لكن ليفاي يرفض، ويقول لآرمين أنه لو جلس أكثر وهو مريض في الفراش فإن كل من يعرفه سينساه من الأساس. ويخبر آرمين أن صديقة إيرين اللي أسروها في الموسم السابق قد تعافت من جروحها. بدال ما يضيع آرمين وقته مع ليفاي يروح يشوف الأسيرة إذا يقدر يطلع منها أي معلومات. وفعلا يستطيع آرمين استخراج معلومات من الأسيرة، حيث استطاع معرفة مكان الغارة القادمة التي يخطط لتنفيذها إيرين. تبدأ استعدادات التوجه إلى إيرين، ويقوم بعض الجنود بتجهيز طائرة لنقل الفريق المكون من آرمين وميكاسا وهانجي وليفاي وراينر وعملاقة العربة واثنين آخرين إلى موقع إيرين. أكيد بتستغرب وين جت آني. آني يا عزيزي رفضت الدخول في هذه الحرب، وقالت إنها تريد أن تكمل حياتها بعيشة هادئة. المهم بينما فريق إعداد الطائرة أوشك على تجهيز الطائرة، يظهر فلوك من العدم ويقوم بمهاجمة فريق إعداد الطائرة. ينجو فريق إعداد الطائرة بعدما أوقفت هانجي فلوك عن الهجوم، لكن هجوم فلوك لم يمر مرور الكرام، بل أحدث ثقوبا في إحدى خزانات الوقود الخاصة بالطائرة. يعم القلق المنطقة بسبب هذه الثقوب، لأنها ستكون سبب رئيسي في تأخر الفريق عن إيقاف إيرين. تسأل هانجي فريق الإعداد كم من الوقت يحتاجوا عشان يسدوا هذه الثقوب. يجيبها أحد العاملين ويقول نحتاج أقل شيء ساعة كاملة لإصلاح هذه الثقوب. وهنا تهتز الأرض من تحت أقدام الجميع، ويحل الرعب في المكان، ويسيطر الخوف على جميع من كان في تلك البلدة. نعم، إن تلك الأصوات هي أصوات أقدام عمالقة الدك، حيث كانوا يتجهون مباشرة إلى موقع الطائرة لإيقاف الفريق من تنفيذ مخططه. الطائرة لم تصلح بعد، والجميع في حالة هيجان، فكيف سيستطيعون إيقاف العمالقة؟ كان الحل الوحيد أمامهم هو أن يقوم آرمين بالتحول إلى عملاق ويقوم بالوقوف في طريقهم لاكتساب المزيد من الوقت. لكن هنا تظهر هانجي وترفض بشدة تحول آرمين، وتقول أنها لن تستنزف طاقة المزيد من العمالقة، وتقول أن إيقاف العمالقة
هانجي مسؤوليتها وأنها سوف تتحمل هذه المسؤولية. تقترب هانجي من آرمين وتخبره أنه أصبح من اليوم وصاعدا قائدا لفيلق الاستطلاع، وكأنها تعلم في قرارة نفسها أنها لن تعود مجددا، وتذهب لتوديع ليفاي. لكن ليفاي يخبرها ولأول مرة في حياتها بأن تكرس قلبها لهذه المهمة. وأخيرا تودع هانجي الجميع الوداع الأخير. يحاول الجميع منعها لكنها كرست قلبها فعلا، ولا حياة لمن تنادي. تنطلق هانجي بكل قوة ناحية العمالقة، ولأول مرة في تاريخ الانمي تظهر بهذه القوة الجبارة. تفجر هانجي أول عملاق بكل سهولة وتروح للعملاق اللي بعده وتقطعه إربا. بعدها تذهب للثالث والرابع وتقوم بتهشيمهم. وهنا بتشوف عملاق متجه ناحية موقع الدائرة، فتنطلق بسرعة البرق لتقضي عليه في ثواني معدودة فقط. نعم يا سادة، إنها قوة هانجي التي لطالما أخفتها عنا طيلة الأنمي. تواصل هانجي التقضيع في العمالقة، لكن أحد العمالقة ينفث النار من جسمه لتحترق بعض ملابس هانجي، لكن هانجي لم تستسلم أبدا، بل واصلت القتال بكل بسالة وإصرار حتى نفث العملاق النفثة الأخيرة. وهنا تحترق هانجي بأكملها، ونعم لقد سقطت إلى الأرض بعد إحراقها، لكن عزيمتها كانت في السماء. تضحي هانجي بنفسها، لكن تضحيتها لم تذهب هباء منثورا، بل أنها أتاحت الوقت الكافي للفريق بأن يسد الثقوب. ليس ذلك فحسب، بل أتاحت الوقت أيضا للدائرة بأن تقلع، وعلى متنها فريق إيقاف إيرين. تظهر هانجي بعد أن ضحت بحياتها، وهنا تلتقي بالقائد إيروين وبقية أصدقائها من الفريق ممن قضوا نحبهم، وكانت محقة فيما قالت لليفاي أن جميع الفريق كان يراقب انتصاراتهم. يقلع الجميع على متن الدائرة، وبينما هم في الطريق إلى إيرين بيبدأوا يفكروا بجميع الاحتمالات اللي تمكنهم من التخلص من إيرين. وكان من ضمن هذه الاحتمالات أن آرمين يدخل إلى داخل عظام العملاق المؤسس ويقوم بتفعيل قوة العملاق داخله، وهذا الاحتمال قد يودي بحياة إيرين. لكن راينر يعترض ويقول ما احنا بحاجة ماسة لقتل إيرين، لأن إيرين كمان ما عنده دافع حقيقي لقتلنا، ولو كان عنده هذا الدافع كان تخلص مننا من زمان بسبب قوة العملاق المؤسس واللي تمكنه التحكم فينا. فجأة يجمع إيرين كل من كان على متن الدائرة بقوة شجرة العملاق المؤسس، ويخبرهم بأن لا جدوى من محاولة إيقافه، لأنه سيقوم بتنفيذ خطته مهما كان الثمن. ننتقل إلى آخر معقل للإلديين بعد هجوم إيرين، والذي كان على قاعدة عسكرية على متن تلة جبلية، وقد تجمع الكثير من الناجين إلى هذه التلة، وكان العملاق المؤسس هو وعمالقة الدك يتجهون صوب هذه التلة مباشرة للتخلص من باقي الناجين. وهنا يأمر قائد هذه القاعدة المناطيد أن تقلع وتتصدى للعملاق المؤسس مع عمالقة الدك. وفي نفس اللحظة يقول كلمة مهمة جدا في تاريخ الإلديين والإنمي، ويقول: نحن الإلديين استغلينا الكراهية التي بداخلنا وتركناها تغذي ضغينتنا، وآمنا بأنها سوف تنقذنا، وكل مشكلة في حياتنا أصابتنا من تقصيرنا وجهناها على جزيرة الشياطين، والنتيجة كانت ولادة هذا الوحش. لذا إن كتب لي عمر جديد فلن أقع في نفس هذه الأخطاء، أقسم بذلك. تصل المناطيد إلى فوق العملاق المؤسس مباشرة، وعندها يطلق إيرين برق العملاق المؤسس لإضعاف هذه المناطيد، لكن المناطيد تصمد، وعندها يأمر القائد أن تبدأ المناطيد في الهجوم على العملاق. تبدأ المناطيد فعلا بالهجوم، وكان هجومها كاسحا حيث استطاعت أن تقتل الكثير من عمالقة الدك بسبب البراميل المنفجرة التي كانت تحملها. لكن الفرحة لم تكتمل، فهنا يخرج زيك من ظهر العملاق المؤسس ويشن هجمة قوية جدا على المناطيد استطاعت أن تطيح بجميعها بضربة واحدة. وهنا يدرك الإلديين أن حياتهم انتهت، فلم يعد هناك أي أمل للتخلص من هجوم العمالقة الشامل.
بس مثل ما عودنا هجوم العمالقة بالمفاجآت. تظهر الطائرة وعلى متنها فريق الإنقاذ بعد تدمير المناطيد مباشرة. يخرج جميع من في الطائرة لمقاتلة العملاق المؤسس، وهنا يتقابل ليفاي وعدوه اللدود زيك، والذي قد توعد ليفاي بقتله. يتفاءل الإلديين، وكان وصول فريق الإنقاذ هبة لهم من السماء، لكن ما أدهش الإلديين أكثر ووجود فريق أتى لإيقاف إيرين من داخل أرض الأسوار. وهنا تنتهي الحلقة الخاصة من هجوم العمالقة، لتترك الجميع في حيرة وشوق وتساؤل عما سيحدث مستقبلا. فانتظرونا في البارت الأخير، وفي رعاية الله.